هم فهمونا ان هم الافضل والاحسن بكتير. انا دايما بقول ان كرة القدم بالاداء مش بالاسماء، بدليل في كاس العالم 2022 في قطر والسعودية وتونس والمغرب والتنظيم المبهر الخيالي في قطر. بالفعل كرة القدم بالاداء مش بالاسماء. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. معكم الكابتن سعيد المصري. معانا اليوم الكيدز سارة ويوسف ومعاذ 2015 7 سنوات. قبل ما نشرح هدفنا اليوم يا ريت نصلي على الشفيع الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. هدفنا اليوم التوافق. عندنا 4 محطات ب4 كور، وعندنا كمان محطة توافق في الوسط. المرحلة الأولى اللي احنا شغالين فيها الإحساس بالكرة. كل لاعب بيشتغل على كورتين ويغير مكانه. التوافق عندنا نوعين، نوع بالأدوات ونوع بالكرة، واحنا النهاردة شغالين على التوافق بالكرة. يوسف وسارة ومعاذ شغالين ما عندهمش أي مشكلة. نجاح هدفك مش مسؤوليتك انت لوحدك، مسؤولية اللاعبين كمان معاك. بكده احنا انتهينا من المرحلة الأولى وهنروح للمرحلة الثانية. احنا عندنا 5 محطات شغالين عليهم، 4 محطات في كل محطة عليها كورة، والمحطة اللي في الوسط هنشتغل عليها التوافق، وده هدفنا في المرحلة الثانية. أول مرة يوسف ومعاذ يشتغلوا معانا، برافو عليكم يا شباب. سارة ويوسف ومعاذ مواليد 2015، ما عندهمش أي مشكلة حتى في المرحلة الثانية في التطوير. هي أدوار والكل بيمر عليها، هم عليهم التنفيذ وأنا علي التقييم. التوافق زي ما قلت نوعين، نوع بالكرة ونوع بالأدوات. واحنا في المرحلة الأولى اشتغلنا التوافق بالكرة، واحنا في المرحلة الثانية اشتغلنا بالكرة وبالأدوات. عنواننا الرئيسي التوافق، وهدفنا التردد الأمامي، واحنا شغالين على المحطة اللي في الوسط على التردد الأمامي. ظهر معانا في الفيديو المدرب المحترم الغالي الشاطر الكابتن حمزة وهو بيقود التمرين. علشان تنجح هدفك لازم تشتغل على أهداف منظومة التطوير. النقاط الفنية والفروق الفردية جزء أساسي ورئيسي في نجاح هدفك. شكرا سارة ومعاذ ويوسف. هنروح للجزء الثاني، الجانب المهاري، وهدفنا فيه الجري بالكرة. عندنا 8 محطات و3 محطات في كل جانب ومحطتين في الوسط ب6 كور. مبروك، مليون مبروك للشعب المغربي، مليون مبروك للشعب العربي. فوز منتخب المغرب على منتخب كندا بهدفين مقابل هدف في كاس العالم 2022 في قطر. مليون مبروك يا عرب. هكرر واعيد ان كرة القدم بالاداء مش بالاسماء. مليون مبروك لكل عربي. هنرجع لعنواننا الرئيسي وهو الجري بالكرة، وهدفنا فيه الدريبل. انا هنا كمدرب علشان انجح هدفي لازم اركز على الخصائص والتفاصيل والفنيات والنقاط الفنية، واللاعب عليه التركيز والاستيعاب والتنفيذ. علشان نجاحنا احنا الاتنين عامل مشترك. نجاح هدفنا عامل مشترك بيني وبين اللاعب، عشان كده لازم نعرف الطريق اللي احنا هنمشي فيه، هو ده اللي هينجح هدفنا. الدريبل تكرار كتير، خطوات قصيرة، زمن قليل، هو ده الطريق اللي هنمشي فيه انا واللاعبين. مواهبنا في وطننا العربي كنز كبير، ونقدر نكسب من وراهم الملايين، ولكن للأسف الإدارة. تحياتي ليكم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.